ثواني بس كده عشان شايفك اللي بتكتب في الكومنتات فين مجموعة الجالاكسي. انا اقول لك قبل اي حاجة ان مجموعة الجالاكسي محتاجة وحش بتقدر تجيبه من الرانك تيكت، يعني التيكت اللي بتكسبها وانت بتلعب رانك، طبعا تيكت يو ار لان الوحش يو ار طبعا. ده غير ان التيكت دي لازم تكون جديدة، يعني مثلا لو انت ما لعبتش ولا جيم السيزون ده فانت محتاج تكسب 50 جيم عشان تاخد اليو ار تيكت دي. فيعني اعتقد المقطع يتأخر شوية. طيب هل بقى المجموعة تتلعب من غير الوحش ده؟ هي عادي ممكن تتلعب من غير الوحش ده، ولكن هي بالوحش ده اقوى لانه ببساطه كده وحش سيرج. السلام عليكم يا شباب، مقطع النهارده عن مجموعه اللايف توين. طبعا بعد غياب تقريبا هو طويل شويه رجعنا تاني لفيديوهات يوجي يو دول لينكس. خليني اقول لك كده مبدئيا ان مجموعه اللايف توين تقريبا هي خلاص كده نزلت كامله في اللعبه، وبصراحه الدعم يعني خلى المجموعه بنسبه كبيره هترجع تاني. مش عارف هتصعد تير ولا لا، بس هي المجموعه غالبا هتنتشر الفتره الجايه. هي المجموعه بقت 1 كارت كومبو. طبعا واحد دلوقتي هيقول لي طب يا عم الحاج ما هي اصلا المجموعه كانت 1 كارد كومبو. هقول لك لا، الموضوع اختلف لانك دلوقتي بتقدر تجيب في الملعب 3 وحوش كويك افكت بوحش واحد بس. الثلاث وحوش دول بيبقوا عباره عن وحشين لينك 4 ووحش لينك 2 اللي هو ماسكرينا. يعني تخيل بوحش واحد بس تقدر تعمل كل ده. بس مش عايزك تفرح قوي يعني لان ده بيكون بمساعده المهاره كالعاده. اوكي عشان ما اطولش كتير خلينا على طول اوريك المجموعه. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. كالعاده هقول لك الستيبلز ظبطها حسب ما انت حابب. بالنسبه للوحوش الجديده في المجموعه عندك الوحش ده. الوحش ده ممكن تلعب منه بنسخه، ممكن تلعب منه بنسختين، ممكن تلعب منه ب3 نسخ، بس عموما انت تقدر عادي تلعب منه بنسخه واحده، لكن لو عندك 2 يكون افضل. طيب الوحش ده ليه قدرتين. اول قدره كوك افكت بتقدر تفعلها من ايدك لو خصمك فعل اي قدره وانت بتفعل قدرات وحوش اللايف توين، فبتقدر تفعل قدره الوحش ده من ايدك وتبعته للمقبره وتعمل نيجيت. خد بالك الكلام ده وانت بتفعل قدرات وحوش اللايف توين، يعني الوحوش اللي في المين ديك اللي قدامك دي، وحوش الاكسترا ديك دي كلها ايفل توين. طيب تاني قدره عنده لما بيكون في المقبره وانت عندك في الملعب وحش كاي سايكل، فبتقدر تستدعي من المقبره للملعب. بالنسبه للوحش ده بتقدر تبعت وحش ليله من مجموعتك للمقبره، يعني تقدر تستخدمه وتبعت الوحش ده للمقبره. طيب لما بتعمل كده بتستفيد ايه؟ اولا بتستفيد انك بتبعت وحش للمقبره، دي القدره الاهم. تاني قدره بقى هي برضو كويسه، ايه هي؟ انك لما هتفعل القدره بتاعت الوحش ده خصمك لما يجي يفعل اي كارد او افكت هتقدر تسحب ورقه. طيب اخيرا بقى الوحش الجديد وحش لينك 4. الوحش ده عنده كويك افكت، عشان تفعلها لازم تعمل ديسكارد الورقه من ايدك للمقبره. طيب لما تعمل كده هتقدر تفعل قدره من الاثنين. اول قدره بتقدر تدمر اي ورقه في الملعب، تاني قدره بتقدر تبنش الوحش ده لحد الاند فيس بتاعك، يعني في الاند فيس هيرجع لك تاني. طيب بتبنشه في مقابل ايه؟ في مقابل انك بتستدعي وحش لايت او دارك من المقبره للملعب. طبعا هقول لك ايه فايده القدره دي اثناء المبارزات عشان انت برضو لو مش فاهم الكومبو تفهمه كويس. خليني اول حاجه اوريك مبارزه ضد بوت. طيب الهاند حلو، محتاج وحش فاقدر اسرش على الوحش ده او ده مش هتفرق. وعلى فكره تقدر تبدا حتى لو الوحش ده طالع لك في ايدك تقدر تعمل كومبو، هوريك ده اثناء المبارزات، بس الكومبو مش كامل، بس هيكون كومبو قوي برضو. نورمال سامن، افعل قدره وحشي. اوكي على فكره الهاند بتاعي كويس جدا، يعني مش محتاج غير اوراق خلفيه كتير حرفيا. ممكن تجيب الوحش ده وممكن تجيب الوحش ده، يعني الاتنين صح. فخلينا اجيب ده عادي، نمشي بالطريقه العاديه. بعد كده فعل المهاره، هضيف الوحش ده للملعب وفعل الجزء التاني للمهاره بحيث اسحب ورقتين. سحبت ورقه، بعد كده هيكشف ورقتين. طبعا هضيف فيلر. اوكي زي ما قلت لك الوحش ده اولا عشان تجيبه اللي هو وحش لينك 1 بتحتاج تستخدم الوحش ده، فسيبه في الملعب وهات الاول ماسكرينا باستخدام الوحشين دول. بعد كده لينك 1، بس هنا في حاجه، لما تفعل الجزء التاني من المره وتسحب ورقتين لو سحبت الوحش اللي هبعته دلوقتي للمقبره هتبقى مشكله. فانت ممكن تجيبه للملعب، لو عندك كذا نسخه منه خلاص سيبه، يعني ابدا بالطريقه اللي انت تحبها. ابعته للمقبره، بس يعني الحركات دي بحاول على قد ما اقدر يعني اخف من المجموعه عشان لما اجي اسحب، لان المجموعه فيها سحب كتير. هو الطبيعي تبدا بده زي ما متعودين زمان، بس حتى لو بدات بده عادي جدا مش هتفرق، لانك كده كده هتجيب لينك 4 وتستخدم قدرته. هقول لك ليه. اوكي لينك 2 كمان اللي هو الوحش ده. على فكره ممكن لو عندك، مش ممكن، لو عندك اندر وورلد ضيفه للمجموعه، يعني لو عندك اندر وورلد ضيفه اكيد للمجموعه. اسحب ورقه. حلو حلو جدا اللي طلع لي الوحش ده، بحتاجه في المقبره. طبعا هوريك دلوقتي وانا ببعته للمقبره. هجيب الاول الوحش ده
ليه قلت لك ممكن تبدا الاول بالوحش الازرق؟ لان كده كده انت هتجيب الوحش ده، بعد كده تفعل قدرته. هتقولي طب أنا جبته ليه؟ عشان يكون عندي في المقبره واقدر استدعيه تاني. هنا ممكن افعل عادي قدره وحشي وادمر الكونتينيو سبيل بحيث افضي الباك رو. بعد كده اجيب لينك 4 وباستخدام قدرته هرجع تاني لينك 4 اللي في المقبره للملعب. طبعا هبنشه وابعت ده بقى للمقبره. مش هعمل ديستروي، هعمل سامن للوحش ده. وفي الاند فيس وحش هيرجع تاني. حط بقى اوراق خلفيه، 3 اوراق خلفيه، وفي ايدي افكت فيلر، ولسه هقدر اسحب ورقه، وهقدر اسحب ورقه تاني في دور خصمي. يعني اقدر اسحب ورقتين في دور خصمي. بصوا في الاند فيس هنا الوحش ده يرجع. بدايه قويه جدا. يعني انت في البدايه دي بتسحب 3 اوراق وبتجيب 3 وحوش كويك افكت في الملعب. طبعا الوحش ده بتضحي بيه، هتجيب الوحشين دول، وحش هتسحب بيه ورقه، ووحش هتدمر بيه ورقه في ملعب خصمك. ده غير اللي انت لسه عندك سحب تاني في المقبره. فعشان كده بيفضل مع المجموعه دي انك تلعب بهاند تراب كتير. طيب الوحش بقى ده عنده قدره كمان، وهي في الستاند باي فيس بتقدر تفعلها وتسحب اوراق على حسب عدد الوحوش المختلفه في النوع اللي عندك في المقبره. يعني خليها فعل قدرته، انا فعلت قدرته، بص سحبت كام ورقه، ولكن هرجعهم تاني بس باختياري بقى. شوف انت ايه اللي سحبته مفيد. يعني مثلا خلينا نفترض ان انا مش عايز وحوش، هرجع كل الوحوش. كل الوحوش اتبقى في ايدي 4 اوراق ستيبل حرفيا يعني اللي هو مفيش بعد كده. طيب المبارزه دي بلعب ضد التاكيون، في ايدي نيبيرو. بس مش خلاص هو كويس ان في ايدي نيبيرو بصراحه، لكن مش هستخدمه. فعلت المهاره، ضفت ورقه هنا بقى، سحبت الوحش ده في ايدي بس مش مشكله. جبت ماسكرينا لان في ايدي الوحش ده اقدر انزل بيه سبيشال سامن. بعد كده لينك 2، نفس الكومبو، يعتبر 1 كارد كومبو زي ما قلت لكم. اسحب ورقه، لينك 4، فعل قدرته واجيب وحشين بحيث اجيب لينك 4 التاني. طبعا ده دمرت الورقه الخلفيه عشان املى الباك رو بتاعي حرفيا. ملعب قوي جدا. طبعا لو عندك اندر وورلد هيبقى اقوى بكتير. ان اندر وورلد حرفيا بيتعامل مع وحوش مفيش غيره اللي بيتعامل معاها، زي وحش البنك كده مثلا. اندر وورلد من الاوراق النادره جدا في اللعبه اللي بيتعاملوا مع الوحش ده. اوكي، دمرت وحشه. طبعا كميه افكتات عندي مش طبيعيه يعني، ده غير اللي في ايدي. يعني انت متخيل الملعب وايدي كلها افكتات. بوك اوف مون رزاله رخمه. اول حركه دي على مجموعات الاكسيز. وحش فيس داون والتاني فيس اب. اتعامل بقى انت وريني هتعمل ايه. سحبت ورقه افكت فيلر تاني. جاب لافينير. نجيت اكيد يعني عندي كميه نجيتات ياما. بعد كده يونيكورن، رجعت له نيبولا. انا اضطريت بقى استغنى عن افكت فيلر. طبعا هو انسحب خلاص، او هو جاله شلل مش عارف بصراحه. طيب المبارزه دي ضد البراندد، والله يعني صعبانين عليا قوي بتوع البراندد. هنا المهاره انقذتني. جبت وحش ابدا بيه الكومبو، مش افضل كومبو للمجموعه بس كومبو قوي برضو. كنت بفكر اسيب البراندد تكسب، لان خلاص قدامها كام يوم وهنقول لها باي باي. مش باي باي قوي بس مش هتبقى اوفر باور كده. بس هو عموما المبارزه قبل تطبيق قائمه البان، ويعني هتشوفوا هيحصل فيه ايه. ومش افضل بدايه على كده. اوكي لينك 4 هجيبه في الاند فيس. 3 اوراق خلفيه، يعني في الغالب هتبدا 3 اوراق خلفيه. هنا بقى 3 اوراق خلفيه وافكت فيلر وجوست. يعني الحياه صعبه مع البراندد اللي هو مش ناقص. يعني هو اصلا بيلعب وكاره نفسه مجموعه الضرب، يعني مش ناقص بقى الرخامه دي. نيجيت هيستخدم براندد ان ريد. نيجيت بجوست. براندد اوبننج سيبها له بقى، دي ما عنديش حاجه تعمل لها نيجيت الصراحه، بس عادي. هنا اضطريت اعمل كده واستغنى عن افكت فيلر. هو المفروض كنت استنى اسحب ورقه، بس كان لازم اعمل الحركه دي عشان الفيلد مش عايزه يستخدمه. كان في الاخر معاه براندد فيوجن. يعني هو في الاخر برضه معاه براندد فيوجن بس عادي. عندي نيجيت. اوكي هدمر وحش
دمر الوحش ده، هيهاجم بوك اوف مون فيس داون لوحشه. خلاص المبارزه بقت سهله، وحشين في الملعب ما عندوش حاجه تاني. سحبت ورقه ادمر وحش. طبعا ده بيبعت قدرته من المقبره، تقدر تبعت اي ورقه في ملعب خصمك بدون استهداف، فالقدره دي جامده جدا اساسا، وهو عموما يعني ما استحملش المنظر فانسحب. طيب المبارزه ضد الجالاكسي نيبيرو. عايز اقول لك ان انا بدات مبارزتين تاني. طبعا في مبارزات كتير بداتها تاني، بس مبارزات يعني ما جبتهاش، كانت بتبقى سهله قوي. بس الاتنين اللي انا جايبهم كان في ايدي نيبيرو. سبحان الله يعني بفكر اعمل مقطع لنيبيرو بعد اليوم الجميل ده، مع اني ضايف منه نسخه واحده. وعايز اقول لك اللي هو مش افضل ستيبلز تضيفه مع المجموعه، بس هو حلو حلو لو طلع لك وانت بادئ اول. واحد مثلا زي اللي قدامك ده، يعني انت بتلعب يا معلم جالاكسي، هات اللورد في الاول كده، هات اللورد. طبعا هنا وقت نيبيرو بقى، ما هو خلاص هو كان هيجيب اللورد اكيد، فابلع نيبيرو. ضاف الكاونتر تراب ولا اي لازمه ليه، عنده 3 اوراق خلفيه. هو معتقد المجموعه بقى زي زمان اللي هي بطيئه في الفوز، لا ده مجموعه عادي تقدر تفوز بيها في نفس الدور مفيش مشكله. دروبلت. اوكي هنا بقى قدره وحشي ليفل 1 اتفعلت اهو، سحبت ورقه لو واخدين بالكم. يونيكورن. بخاف من الاوراق الخلفيه بصراحه، يعني حتى لو واثق اللي هي مثلا كاونتر تراب او ورقه مش هتتفعل ايا كانت ايه هي، هو ما كانتش بتتفعل بس لازم اخلص منها، لان بقى احيانا بتفاجئ بواحد حاطط لي ميرور فورس مثلا، اللي هو بقى مش ناقصه شلل يعني. فعلت المهاره ما كنتش لسه فعلتها. لينك 4 هدمر الوحش اللي في الملعب. عنده طبعا وحش حمايه كويس جدا الوحش ده، هو قدرة الحماية، بس الأفضل قدرته لما بيروح للمقبرة وتعمل سيرش. أوكي هدمر الورقة الخلفية وهرجع، ودمرت وحشه هنا بقى هيرجع تاني يكمل دوره ويفعل المهارة، الجزء الزيادة اللي عنده في المهارة. ملعبه فاضي فيقدر يجيب اللورد على طول. فعادي جاب اكسيز، عندي لسه 3 اوراق خلفية، 3 ارخم من بعض. فيس داون. هو بيحاول يعني، بس خلاص الموضوع خلصان حرفيا. اوكي بعت وحشه للمقبرة بدون استهداف، دمرت الوحش الاخير، خلاص جبت الوحش ده 4400 نقطة هجوم. هجمة واحدة نهاية المبارزة. طيب المبارزة دي ضد الشر. بدأت اول زي ما قلت لكم 1 كارد كومبو حرفيا. سحبت ورقتين، يعتبر ورقه يعني بسحبها بالحظ، والتانيه انا بختارها من اول ورقتين في مجموعتي. صراحه جزئيه كويسه جدا في المهاره. اوكي كده مقبرتي فيها كل حاجه انا محتاجها، حتى الوحش اللي بيخليني اسحب ورقه لما خصمي بيضيف ورقه لايده يعني. بص الهاند عامل ازاي. عندي كل حاجه، عندي جوست لا ناقص افكت فيلر. مش مهم نيبيرو مش مهم، بس هو افكتيف هنا في الحاله دي. كنت ممكن اسيب الكونتينيوس سبيل في الملعب لاني ما عنديش غير ورقتين خلفيتين، بس ما يعني مش هتفرق. نجيت باستخدام جوست، هي حركه زياده عشان هو بادئ تاني. هنا انا عايز اقول لك انا مش هخليه يجيب وحوش اكسيز، انت متخيل؟ مش هخليه يجيب وحوش اكسيز حرفيا. اوكي دمرت الوحش ده على طول وهسحب ورقه كمان. طبعا ما يقدرش يعمل سبيشال سامن لانه ملعبه فاضي خلاص، فنزل نورمال سامن. هاخد وحشه، كنت ممكن ادمره افضل انه عمل سبيشال، انا شايفه بيضيف الوحش ده، المفروض كنت دمرته احسن بس مش مشكله. يونيكورن. هنا ما سحبتش ورقه ليه عشان وحشه راح بانش، عموما خلاص ما فيش حاجه يعملها فانسحب. طيب المبارزه دي ضد الدراجون. جبت الوحش ده من ايدي عشان لما اعمل بيه لينك ويروح للمقبره اقدر استدعيه تاني. خلاص مش محتاج كمان اجيب لينك واحد. هاند كويس اصلا، انا محتاج فوربيدن دروبلت جدا ضد الدراجون. المجموعه اللي انا بلعب بيها مهم جدا ضد الدراجون. اوكي بكمل الكومبو عادي جدا. سحبت ورقه، فهنا قلت اضيف الوحش ده لايدي بحيث ابعته للمقبره بقدره لينك 4 بقى لما اجيبه في الاخر. دمرت الورقه لنفسي، كنت برضو ممكن اسيبها يعني ما كنتش محتاج ادمرها، لان عندي ورقه واحده خلفيه وعندي 2 افكت فيلر. فعل المهاره طبعا
هو تقريبا هنا اول حاجه هيعملها في حياته هيجيب دراجون. يعني هو وده الصح بصراحه. دراجون لا يستهدف لا يدمر، نيجيت، اللي هو انت فاهم. بس على طول لما فعل قدرته انا عندي بقى دروبلت، بس خلاص كده اقدر اتخلص من دراجون. حتى قدره الاستهداف اقدر استهدفه، اقدر ادمره لانه معمول له نيجيت. اوكي، فعلت قدره وحشي عمل شين، بس انا عندي 2 افكتيفيلر اساسا، ما عنديش اوراق خلفيه، ما عنديش حاجه اخاف عليها يعني. اوكي، هدمر ورقه واسحب ورقه وادمر ورقه تاني. يونيكورن، هتخلص من دراجون. طبعا كنت ممكن ادمره بس ممكن يستدعيه من المقبره، فقلت ارجعه للاكسترا ديك. خلاص كده يعتبر لغيته حرفيا، ما عندوش اوراق فيوجن تاني. او في ناس على فكره، يعني بشوف ناس غريبه بتلعب، بس ساعات بتمشي معاهم. يعني ساعات بيبقى عندهم حق بيلعبوا باتنين ورقه فيوجن، وساعات بتنفع يعني. اوقات كتير بتنفعهم بصراحه. عموما هاجمت ونهايه المبارزه. طيب المبارزه دي بلعب ضد البونج، بيلعب بنفس الشكل تقريبا اللي بلعب بيه، فاوكي. هو الوحش التاني افضل بسبب البراندد، انتشار البراندد. بس اعتقد لما البراندد تختفي ممكن يكون الوحش ده فعلا هيكون افضل. هو بلع عموما نيبيرو، ما كانش فيه حاجه هتنفعه في الحياه. اوكي، فعلت المهاره، جبت فينيكس. اول حاجه جبت فينيكس وقلت اخلص بقى من الورقه الخلفيه عشان العب براحتي. كالعاده دروبلت، يعني اللي هي تقريبا مع الناس كلها، كوكب الارض كله معاه دروبلت. خلاص بلعب براحتي. ايفل توين، لينك واحد، بعت وحش المقبره غلاسه مش اكتر يعني. هجيب لينك 2 من المقبره وبعد كده لينك 4. اوكي، اسحب ورقه، لازم اسحب ورقه، عندي سحب ليه ما اسحبش ورقه. بعت وحشه للمقبره وبعد كده جبت الوحش ده. طبعا ملعبه فاضي، الهاند فاضي، هجمه واحده نهايه المبارزه.